السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. ليه ما بنشرش السكورز بتاعت الطلبة؟ وليه انا عامة ضد الثقافة دي؟ بصوا يا جماعة، انا اكبر سبب انا ضد الثقافة بتاعت نشر السكورز generally speaking، او ان انا انشر الطلبة جابت كام وكده، هي ان انا مؤمن ان ده مفهوش امانة. تمام. انا شايف ان ده مفهوش امانة من ناحيتي انا كتيتشر، ناحية الناس اللي هتشوف الكلام ده والدعاية اللي هتتعمل على الموضوع ده. ليه؟ تعال اديك مثلا قصة لذيذة كده. عندنا مثلا في ترايل اكتوبر، الحمد لله الناس يعني الحمد لله كذا حد جاب السكور اللي هو عايزه، خلاص مش هيخش اصلا ترايلز تانية. لكن تعال اقول لك مثلا على القصة دي. انا عندي طالبة جابت 720 من اول مرة مثلا، وهي مش مثلا، هو ده اكشلي حصل يعني. طيب، لو انا قلت كده وسكت، ايه الامبريشن اللي هيجيلك؟ والله الحمد لله السكور ده جه عشان ده تيتشر جامد، والحمد لله يعني بيدي كوريكولم مفيش زيه، بيحل بتريكس مفيش اي تيتشر تاني يقدر يديها. انا لازم اخد مع التيتشر ده. مظبوط. بس دي نص القصة. النص التاني من القصة ان دي اصلا طالبة كانت جاية من كندا. يعني شايف ازاي ممكن انا لما اقوم حاطط لك سكور كده في وشك وامشي، انت مش بيوصلك غير نص القصة بس. النص اللي البنت اللي كاتبه الحمد لله جبت 720 من اول مره، مش هيوصلك النص التاني من القصه. ان دي كانت اصلا بنت جايه من كندا، فالانجليش بتاعها كان قوي جدا. ف therefore الحمد لله يعني، مش بنكر ان الحمد لله والشكر لله بفضل ربنا كان لينا دور في الموضوع. لكن definitely ما كانش الدور الاكبر. الدور الاكبر كان انها بالفعل متاسسه في الانجليش كويس جدا، انجليش سكيلز قويه جدا، فدخلت من اول مره جابت السكور. ويمكن ده اكبر سبب انا برفض ان انا انشر السكورز. منتهى البساطة، مهما كان أنا مؤمن بده، مهما كان الحمد لله والشكر لله المجهود اللي احنا عملناه مع الطالب وبسببه الحمد لله عرف يجيب سكور كويس. It's never the only factor. It's never the only factor. عمره ما يبقى الفاكتور الوحيد ان انا شديت حيلي مع الطالب، او ان احنا يعني مرناه كويس. ده من ضمن الفاكتورز طبعا، لكن في عامل كبير اسمه الطالب نفسه. عشان كده هنلاقي ان حتى مثلا احنا في كورس الادفانس، يعني كورس البيزكس، انا بقول للطالب اللي هو التاسيس، بص انت سلم لي نفسك، انا هاسسك وافهمك الليسنز ونحل عليها، واقول لك ايه الكومن تريكس اللي بتيجي في الاكزام، والدنيا هتبقى سهله جدا. تمام. لكن نفس الطالب ده لما بيجي لي في الادفانس بقول له بص، هكون صريح معاك، انا مهما حليت معاك من امتحانات، عدد الامتحانات اللي هنحله دايما بيبقى مفيد انك تحل انت اكتر بنفسك. فبقول له بص، انت هتحل لي اللي هنشرحه في الحصه، الامتحان الفلاني والامتحان الفلاني والامتحان الفلاني. بره الحصه عايزك انت تحل وتجيب لي غلطاتك، عايزك انت تزود مجهود من عندك. وهكون صريح معاكم، اغلب الطلبه اللي معديه 700 اللي انا شفتهم، اغلب الطلبه جايبين 700 في الانجليش او اكتر، ما كانش الطلبه اللي بتعتمد بس على انها تحضر مع تيتشر معين او كده. لا، كان بيعتمد ان هو يحل بنفسه. وده طبيعي يا جماعة، زي ما قلنا في فيديو قبل كده، ده امتحان قدرات، ده امتحان مش بيقيس حفظك لمنهج زي البيولوجي مثلا وانك تخش تقوله في الاكزام، لا خالص. ده بيقيس انت بتابلاي الانجليش والماث ازاي. يمكن الامريكان من الامتحانات القليلة على مستوى العالم حرفيا، هو وامتحانين كمان بس يعني تقريبا، اللي بيعاملوا الانجليش زي ما بيعاملوا الماث. الماث احنا بنحفظ equation ولا حاجة معادلة معينة ونروح نحطها كده في الإكزام، ولا لازم تفهم لو جبت لك أسئلة مختلفة تطبق المعادلة دي ازاي. الانجليش في الامريكان من المواد القليلة اللي بيعامل الامريكان، قصدي انا اسف، من المواد من المناهج القليلة اللي بيعامل الانجليش كده. هو مش بيقيس انت عارف دي اسمها independent clause ولا dependent clause وخلاص. هو بيشوف انا لو جبتها لك هتعرف تفرق بينهم ولا لا، هتعرف تابلاي على البنكتويشن اللي ليه علاقة بيهم ولا لا. فاهمين الفكرة؟ فعشان كده انا ضد فكرة ان احنا ننشر السكورز. انا شايف لما انشر سكور انا كده to be honest بقول لك نص القصة بس. لما حضرتك تشوف السكور هيوصل لك حاجة من حاجتين، الحاجتين انا شايف في كلا السيناريوز دول ان انا نوعا ما كأني بضحك عليك. السيناريو الاولاني اللي هيوصل لك هو انه ده بسبب شغلي انا بس، وبسبب ان الطالب ما زودش حاجة من عنده. وانا ضد السيناريو ده، لان انا شايف انه الامريكان بالذات من السيستمز اللي كل ما انت تعمل اكتر بنفسك هيبقى افضل. لو انا اديتك 3 امتحانات وانت حليت 3 من عندك، يعني 6 امتحانات توتال، فده الحمد لله كان السبب في السكور اللي انت جبته، مش ال3 امتحانات اللي اديتهم لك بس. تمام. ده السيناريو الاولاني. السيناريو التاني واللي هو سيناريو اوحش للاسف، انك تبقى متخيل لو انت معرفتش تجيب السكورز اللي هما جابوها ان انت فاشل،
وان انت السبب في انك جبت سكور وحش، وانه طالما ناس تانية جابت سكورز دي يبقى انت فاشل انك معرفتش تعمل زيهم. ودي برضو انا شايف انها مش حقيقة. انا شايف ان الموضوع فيه فاكتور كبير، قدرات. انت بتعمل اللي عليك وبتجيب اخرك، فاهمين الفكرة؟ بس في الاخر الفاينل سكور اللي هتجيبه جزء منه كبير توفيق ربنا، جزء منه كبير انه ترايل كانت سهلة او ترايل كانت صعبة. يعني احنا مثلا قصة لطيفة سبحان الله لسه حاصلة دلوقتي. كنت بحل امبارح مع طلبة امتحان معين. الطلبة دي الافريج بتاعها ان كل باسج من ال11 سؤال اللي موجودين في كل باسج رايتنج بيجيبوا لي 9 صح. لقينا امبارح ان في ناس جايبه 3 و4. ليه؟ باسج صعب، باسج صعب جدا، افكار كانت فيه very uncommon، مش الحاجات اللي بتتكرر ابدا، فجابوا سكور وحش. هل ده معناه انهم بقوا طلبه وحشين في يوم؟ لا طبعا. معناها انه زي ما في امتحانات سهله في امتحانات صعبه بافكار غلسه. فالقصد اقوله الموضوع فيه فاكتورز كتيره جدا. ولو انا قمت قايل لك السكورز بتاعت الطلبه الكويسه وخلاص، انا شايف كده اني مش قصدي حاجه، بس كاني بضحك عليك، فما بحبش ان انا اعمل كده. دي كانت القصة يعني. أتمنى يا رب إنكم تكونوا استفدتوا، و I'll see you next time إن شاء الله. السلام عليكم.